التي تسكنان في الحدود المغربية الجزائرية. قطع الجو طيب والبحر، وقطع البحر، وقطع الهواء، وقطع الأكسجين، بل حتى الغاز ما قطع، شاء الله. كل شيء. طيب جميل. وأنت طيب أنت تقدم هذه المرأة، وكأنه هذه خليفة المرأة من خلفاء الراشدين. معليش، هذه سبحان الله. المرأة التي طلقها السيد الرئيس عبد المجيد تبون بالثلاث والطلاق الذي لا رجعة فيه، تدخل المخدرات، تعين خوارج، تتآمر مع دولة كافرة حاقدة على المسلمين وعلى بلاد المسلمين، تقتل المسلمين بل كفار حربيين، وأجمع العلماء على عدم الاتفاق معه، ومن أعانهم فقد وقع في الردة، فلا حرمة ولا تساهل بين مسلم وكافر. أين قتل خليني جايك يا المسلمين؟ أخي، أنا جايك، خلينا شوية شوية صابر. أنتم أثبت تتآمرون أثبت وعندكم أثبت اتفاقيات يا أخي. أمنية. صابر خليك صابر. شوف اتفاقية أمنية بين الجيش المغربي، الموقع الجيش المغربي موجود بالصورة، باتفاقية كل موجود في الموقع تاعكم. نحن يعني إذا كان القطع لله فهذا أحسن ما فعله عبد المجيد تبون. دولة تدفع المخدرات لماذا؟ للتشويه وزعزعة أمن الجزائر ومساس بشباب الجزائر. دولة تدعم دولة كافرة وتتآمر وتتخابر لأجلها. دولة تدعم الموساد الذين قبضهم المخابرات الجزائرية، تحية كاملة، في تلمسان، وأخذوهم. الآن لا نعرف أبقي العظم في اللحم أو اللحم في العظم. وأيضا دولة معروفة بأعدائها وفكرها التوسعي في المنطقة. والجزائر من بين البلدان اللي تقص كل ورقة تسول لها أن تخرج الكتابة عن خطها. ضع لها نقطة.